أعتقد أن كثير من الموجودين شاهدوا، راحوا إلى أفغانستان ورأوا بأعينهم يعني ما رأيت أنا. فهل أحد منكم ذهب إلى أفغانستان يا أستاذ؟ في ناس منكم ذهب إلى أفغانستان؟ الذي ذهب إلى أفغانستان نقول كلمة الحق. هذا الآن وقت سلفية، إنها تمر بظروف عصيبة جدا. والله سقوط كونر عندي كارثة أكبر من كارثة الكويت، ما قيمة الكويت، لكن كونر إمارة إسلامية قامت على التوحيد وعلى منهج السلف الصالح وطبقت شريعة الله تبارك وتعالى التي يهتم بها جل شباب العالم الإسلامي. شباب العالم الإسلامي يريد أن تقوم على وجه الأرض دولة تحكم بشريعة الله تبارك وتعالى على منهج السلف الصالح. فيسر الله لجميل الرحمن، يعني قبل أن تفتح كونر أعلن دعوة التوحيد وجاهد ورفع راية التوحيد في الجهاد. يعني الذي يريد أن يتكلم ويدعو ويربي يجد مجالا فسيحا لقول كلمة الحق وللتوجيه وللتربية. وفتح مدارس تطورت يعني إلى أن وصلت إلى 400 مدرسة كلها على منهج السلف الصالح، على التوحيد وعلى كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويدخل يعني يختار في حدود اجتهاده من المدرسين من يمثل المنهج السلفي، جزاه الله خيرا. ويعني شنت عليه الدعاية من زمان هي تشن على السلفية من قبل أن يأتي الشيوعيون إلى أفغانستان، والسلفيون يسجنون ويؤذون ويحاربون ويشردون. السلفيون في كونر والسلفيون في نورستان جاهدوا جميل الرحمن قبل أيام ظاهر وأيام داوود ويسجن ويشرد، وربنا في كونر على المنهج السلفي. كثير منهم اهتدوا في المنهج السلفي بدعوته وجهاده. وإخوانه أيضا في نورستان على سنة منها تعلموا المنهج السلفي من علماء باكستان والهند ثم عادوا إلى بلادهم، لأن نورستان كانت خالية من هذا الشيء مظلمة، أطبقت عليها ظلمات الجهل والضلال والشرك والبدع. فخرج هؤلاء الأفراد القلائل من نورستان ومن كونر، منهم جبل الرحمن، منهم محمد أفضل، منهم محمد إبراهيم، هذه مجموعة من الشباب ذاك الوقت خرجوا إلى الهند وباكستان وتعلموا المنهج السلفي. منهم غلام الله، منهم عبد العزيز الأثري صاحب الجامعة الأثرية، تعلموا المنهج السلفي ورجعوا إلى بلادهم يناضلون ويجاهدون يسجنون ويشردون ويؤاذون في أيام الظاهر وفي أيام داود وفي أيام نجيب الله وفي أيام. ثم النورستانيون حينما طلع نجيب الله أو داود وأعلن الشيوعية قالوا الآن رأينا الكفر البواح، لابد أن نقيم شريعة الله ولو في قرية واحدة. فجاهدوا في نورستان وحرروا عددا من القرى وأقاموا فيها إمارة سموها دولة، طبقوا فيها شريعة الله الكاملة إن شاء الله، يعني التوحيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإقامة الجمعة والجمعات في الجماعة، واللي يتخلف يعاقب، والحدود والقصاص وما شاكل ذلك، حتى الزكاة في المعادن التي غابت عن كثير من المسلمين. يذهب أحد ينقب في الجبال يطلع معدن من المعادن من المرجان ما يسموه الياقوت يخرجونها من الشجارة، ويذهب هذا المسلم إلى محمد أفضل رئيس هذه الإمارة ويأخذ منها الخمس ويذهب يتصرف في 4 الخمس الأخرى وفي المعادن الخمس. والدخان ممنوع والإفيون ممنوع والحدود تقام وكذا وكذا. جميل الرحمن يعني من سنتين حرر منطقة كونر والشرع أول ما شرع في تطبيق شريعة الله تبارك وتعالى، في تطبيق شريعة الله عقيدة وشريعة، يعني يطهر الأرض من الأفيون المخدرات الكلام الفارغ من الدخان الأمر معروف والنهي عن المنكر إقامة التوحيد هدم القبور كل شيء. فغاب هذا أهل البدع طبعا منهم من يلبس السلفية لباسا وهو لا يؤمن بها أبدا وهو عدو لدود الله بحاربها، ومنشوراتهم من قديم توضح هذا منشوراتهم. لكن يا إخوتها السياسة سياسة خطيرة جدا، سياسة تقوم على الكذب والمغالطات، كما قال مصطفى السباعي ما عرفت سياسيا لا يكذب. يعني الكذب قاعدة
من قواعد السياسة، خصوصا في هذا الوقت يدرسون هذا مذهب ميكافيلي تعرفوها، يدرسونه سياسيون، كل سياسي الآن يدرس، تعلم كيف يراوغ الناس، كيف يلبط الناس، كيف يضحك الناس، كيف يقلب الحقائق الحق باطل وهكذا. فأما جميل الرحمن فهو سلبي، يأتي هؤلاء يشوهون جميل الرحمن ويمدحون فلان ما فيهم صفة الله الوثني، يمدحونه، قول بالحلول وحدة الوجود، هذا كتاب موجود واقع مشهود لا غبار عليه. الجمعيات كلها ما وضعت منهجا سلفيا، واحنا سلفيين ولا نقاتل الا السلف، وقد لا وضع مدارس ولا رب الناس ولا افتحوا المجال للدعاة، حتى اللي يبغى يقول امين ما يستطيع، حاربوه، اللي يبغى يعني ايش يعني يرفع يديه في التكبير يحاربونه، فضلا عن التوحيد. التوحيد ما له مجال الا في الخفاء. اما تقف خطيبا وتخطب على المنهج السلفي والناس ما تجد هذا. إذا خطبتها يقول لك هذه آخر خطبة، اسكت، ما تقدر ولا تجد مجال هذا إلا في شعب العرب. أما في الأفغان مستحيل هذا، إلا بعض الناس الطيبين أنهم السلفيين يدعون في خفاء كأنهم في أيام مكة في دعوة التوحيد، وهذه تأتي المنشورات الوهاب. أنا قرأت في كتاب من كتب عطائية التي صنفها أجدادهم ويدرسونهم في مدارسهم. الحنابلة كفار، لماذا؟ لأنهم يقولون بالتجسيم، يقولون أن الله في السماء. جاءت الوهابية فحاربوا أشد حربا، عرفت الإنجليز BBC عرفت هذه الروح الأفغانية، وقد جربتهم ضد الدولة السلفية التي أقامها الشيخ إسماعيل الشهيد وأحمد الأفغان الشهيد، فألبت الأفغان على تلك الدولة السلفية أسقطها الأفغان. عرفت هذه الروح المتعصبة المتعندة المتمردة على التوحيد، الروح الأفغانية، فكان الإرسال والبث رهيب جدا على الوهابية، لا يقول إخوان ولا تبليغ ولا شيء، لأن البعبع عند الإنجليز وعند الكفار وعند المبتدعين هو الوهابية المتمثلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل كثيرا منكم سمع هذا مما لا كان الإنجليز يحذرهم من الرفض، ولا يحذرهم من التصوف، ولا يحذرهم من الأحزاب السياسية، إنما يحذرهم من الوهابية. الوهابية في يوم من الأيام كان الإنجليز يستعيش هكذا منها، فقضت مضاجع في الهند وألبت عليها المسلمين في الهند، فأنشأوا لها القاديانية لتقتل روح الجهاد في المسلمين. لكن المسلمين ما هدأوا، والله اليوم على تنظيمات جهادية على غرار، يعني تنظيم إسماعيل الشهيد وأحمد عفان الشهيد في اسمها في بتنة في بدأ يسموها الآن أنا مع الإنسان أنسى طيب آباد أو خالص آباد أو شيء من هذا. قبل في أواخر أيام الإنجليز كان يقاوم السلفية أهل الحديث، فذهب إلى هذه القرية ودمرها، إلى الآن أنقاذها موجودة، أهلها أهل الحديث. ثم مارسوا فكرة إسماعيل الشهيد الجهادية ويربون على الجهاد في الهند. وأنا قابلت شخصا في مدرسة أبي بكر التي يرأسها الشيخ غفر الله، أحضر لنا هذا الشيخ، وعنده رجل ضعيف ومسكين، لكن فكرة الجهاد قائمة عنده 500 شاب يذهب بهم سنويا إلى أفغانستان يجاهد شهرين ويوم على طريقة إسماعيل الشهيد. هذه الدولة التي أقامها إسماعيل الشهيد جاهد الإنجليز والسيف وأقام دولة سلفية، غابت الإنجليز وغابت الشعب الأفغاني بالذات، فألب عليهم الأفغان وكالوا إسماعيل الشهيد وأحمد عفان الشهيد وقتلوا كبارهم، فانتهت الدولة.